ازيكم يا حلوين عاملين ايه؟ انا مريم يسري. ده اول فيديو ليا في 2023. انا ان شاء الله قررت اعمل سلسلة ازاي تحب نفسك صح وتقدرها صح من خلال رحلتك الداخلية جواك انت. بس قبل ما ابدأ في السلسلة دي كنت عايزة اتكلم على كام نقطة. طبعا جوانا كلاكيع وتراكمات وصدمات من الماضي مؤثرة علينا لغاية دلوقتي، مش عارفين نطلعها وباينة على شكلنا وفي روحنا. طيب، ساعات بنسأل كتير قوي في يومنا اللي هو أنا مين؟ أنا عاوز إيه؟ هو أنا هستحق ده؟ أنا ليه بعمل في نفسي كده؟ تحس إن دماغنا أو دماغك مسوحاك من فكرة لفكرة، كلها أفكار سلبية عن نفسنا، وحاسس إنك في سباق مع مين مش عارف، ومش عارف تاخد نفسك. الكلام ده طبعا كله بيمر علينا في خلال اليوم الواحد أكتر من مرة، وما انتش عارف تشوف نفسك صح ولا تعرف نفسك صح. علشان كده انا قررت اعمل سلسلة ازاي تحب نفسك وازاي تقدرها صح من تراكمات وصدمات الماضي، لان انت مخلوق في الدنيا ديت علشان خاطر تستمتع بالرحلة، والرحلة ديت هتبدأ من جواك انت الداخلية. اول حاجة عايزة اتكلم عليها النهاردة في السلسلة هي الامتنان. الامتنان يا جماعة هو بداية رحلة التشافي. طيب، هي وجود النعم. الامتنان اللي هو الحمد. فكرة انك تذكر ربنا او تذكر نفسك ولو 5 دقايق في اليوم بعد كل صلاة مثلا، او في اي وقت في يومك، على انك تمتني لوجود النعم في حياتك، زي انك مثلا تمتني ان ربنا ادالك فرصة انك تقوم من نومك معافى وتبدأ يوم جديد وتعمل عمل جديد. تمتني لربنا على نعمة الحواس زي نعمة السمع والبصر والشم. تمتني لربنا على نعمة البيت، الاهل، التعليم، الزوج، الزوجة، الاطفال، الوظيفة. تمتن ربنا على اي حاجه بتحصل في يومك. تحمد ربنا ان مثلا يومك عدى بسلام من غير اي مشاكل او اي صعوبات. تحمد ربنا ان لو قابلت مثلا حد قالك كلمه حلوه، تحمد ربنا انك سمعت الكلمه الحلوه دي. تحمد ربنا مثلا انك لو رايح تخلص مشوار او مصلحه وعارف ان المشوار ده هيبقى صعب والناس مثلا هناك هتبقى مأزمه شويه والموضوع يمشي معاك سهل واليوم يعدي معاك بسلام ومصلحتك تخلص. تحمد ربنا على ده. فكرة يا جماعة انك انت لما تحمد ربنا على اقل موقف صغير بيحصل لك، انت هنا بتدرب عقلك انك تشوف كل حاجة كويسة. عارف ان الامتنان ده او الحمد، انك تحمد ربنا على النعم اللي موجودة عندك. انت هنا بتعمل ايه بتعمل ايه؟ انت هنا بتستشعر وجود النعم عندك، بتستشعر حلاوة وجود ربنا، انك موجود في حماية ربنا وفي معية ربنا، وان ربنا محاوطك بلطفه وبعنايته. هنا يا جماعة أنا مش عايزاك تحمد ربنا وتقول الحمد لله على نعمة مثلا السمع، الحمد لله إن اليوم عدى بسلام. لا، أنا عايزاك تحمد ربنا تستشعر فعلا وجود النعمة ديت عندك. أنت هنا لما بتستشعر وجود النعمة عندك، أنت هنا بتستشعر كمان وجود ربنا معاك وإن هو محوطك بعنايته. هنا لما تحس فعلا ان في حمد، وان انت من جواك كده مستقبل الاحساس بالحمد ده، انت هنا يا جماعه بتدرب نفسك انك يبقى في عندك هدوء وعندك طمأنينة وعندك سلام داخلي. فعلا فعلا جربها. طبعا اغلبنا في يومنا بيعدي بصعوبات وبمشاكل وتحديات. الامتنان هنا او انك تحمد ربنا على وجود النعمه بيخليك تعدي كل ده وانت حاسس ان انت في سلام، في تقبل، في احساس بالرضا. لكن ما تحاولش ابدا انك تركز على الناقص عندك او تركز على الشكوى. انت لما بتركز على الشكوى وعلى الحاجات اللي ناقصاك وعلى الحاجات اللي انت لسه ما عملتهاش وان انت في سباق مع غيرك، انت هنا بتدرب نفسك اللي هو لا، في ألم جواك، في معاناة، حاسس ان انت لا، انا لازم اجري، انا لازم اعمل عشان خاطر اخلص دوت. لا، انت مش مطالب منك انك تجري ولا تعمل اي حاجة. احمد ربنا على الحاجة اللي موجودة عندك. ساعتها انت فعلا لما تحمد ربنا هتحس من جواك ان في سلام داخلي وفي هدوء، ان اي حاجة بقى هتحصل لك في يومك، لا، انا تمام، انا الحمد لله، انا عارف ان اي حاجه هتيجي من ربنا هتبقى كويسه. حتى ربنا قال ايه؟ قال ولئن شكرتم لازيدنكم. معنى كده ان الحمد والشكر موصول بزياده الرزق. حاول كده ان انت مثلا اول ما تقوم من نومك تحمد ربنا على كل الحاجات الحلوه اللي عندك من بدايتها كده. طبعا احنا اغلبنا اول ما بيقوم من النوم بيفكر مثلا انا ايه اللي ما عملتوش، انا ايه اللي لسه ما خلصتوش في الشغل، انا ايه اللي ناقصني، انا كان المفروض اعمل كذا، مش عارفه ايه. طيب،
أنت هنا أول ما بتقوم من النوم أنت هنا بتركز على كل الأفكار السلبية وعلى كل المعتقدات السلبية وكل الحاجات اللي بتخلي يومك مش حلو. طب جرب كده أول ما تقوم من النوم تحمد ربنا إن أنت قمت من النوم، احمد ربنا إن أنت عندك وظيفة، عندك أهل، عندك بيت، احمد ربنا على كل عد كده النعم اللي موجودة عندك، هتلاقي الدنيا فرقت معاك جامد. طيب، طبعا معظم المختصين والعلماء قالوا ان الحمد او الامتنان بيقلل من ظهور او بيقلل من وجود الاكتئاب عند الانسان. طبعا احنا عارفين ان هرمون الكورتيزول بيعلى لما بتبقى حاسس ان انت على طول في حالة شكوى وتذمر وان انت مش راضي على اللي انت فيه، فبيعلى هرمون الكورتيزول اللي هو هرمون القلق والتوتر والخوف، فبيبدأ اللي هو ايه، بيبدأ عندك ظهور الاكتئاب من ايه، ان انت ما بتحمدش اللي موجود عندك. دي كانت اول حاجة. تاني حاجة عايزة اتكلم فيها ان الامتنان يا جماعة كل ما بتمارسه هو بيغلف عقلك بفكرة الإيجابية. جرب كده مثلا لو انت رحت مثلا اجتماع وقمت مثلا شرحت حاجة مثلا او اتكلمت في حاجة بس حاسس ان انت اتلخبطت اتلعثمت كده، فتقول لا لا انا ما كانش المفروض اتلخبط، انا ما كانش المفروض اعمل حركة زي كده. طيب انا ساعتها عايزاك هنا اقف دقيقة مع نفسك وقول لأ، أنا النعم اللي موجودة عندي إن أنا قُمت اتكلّمت، إن أنا عندي مثلًا حصيلة لغوية كويسة، إن أنا اتكلّمت بأسلوب سهل وبسيط وإن الناس فهمتني، إن الحمد لله أنا كانت عندي القدرة إن أنا أقوم أقدر أتكلّم قدّام الناس. فكرة بقى إن أنت اتلخبطت أو اتلعثمت ديّة انساها خالص، يبقى أنا عايزاك في أي موقف يحصل لك أنت شايفه إن هو مش حلو ليك أو مش خير ليك، لأ أقف دقيقة مع نفسك كده وابدأ أعد النعم اللي موجودة عندك. انت هنا لما بتعمل التمرين ده انت هنا بتدرب عقلك ان هو يشوف كل الحاجات الإيجابية اللي موجودة عندك، فبيبدأ ان هو يجذب لك كل الحاجات الكويسة ليك. آم، هنا بقى عقلك مرة في مرة مش هيبص غير على الحلو وبس، غير على الإيجابيات وبس، هتبدأ انت تشوف كل حاجة بإيجابية وبشكل حلو. ده هيأثر بقى على حالتك النفسية والعقلية، وهتبدأ فعلا تحس بالسلام الداخلي جواك. الامتنان هنا يا جماعة بيبقى عامل زي المغناطيس بالظبط، بيزود عندك أو بيستقبل كل الفرص والأهداف اللي كان نفسك تحققها وفعلا بتتحقق. آم، أنا هنا كنت بتكلم على أول حاجة في سلسلة إزاي تحب نفسك وهي الامتنان. انت هنا لازم تستشعر بوجود النعم، لازم تحمد ربنا على وجود النعم. ابدأ جرب مع نفسك، ابدأ جرب ان انت فعلا اول ما تقوم من النوم تحمد ربنا وتمتن لربنا على كل حاجة حصلت في يومك، وشوف الدنيا هتمشي معاك ازاي. يعني ما تجربهاش مرة ولا مرتين وخلاص، لا، جرب مع نفسك ان انت تخليها فعلا عادة يومية، دي تخليها عبادة، عبادة ان انت تحمد ربنا على وجود النعم. النعم اللي موجودة عندك ديت لازم تحمد ربنا عليها وتستشعر بوجودها وتمتن لربنا ايه لوجودها. من هنا ان شاء الله، يعني من اول ما تبتدي من الامتنان هتبتدي فعلا الرحلة الداخلية جواك ان انت تبدأ تحب كل حاجة موجودة فيك وحواليك. بس شكرا.